يوم الخميس اهلاوي، يعني اهو انفراد معايا وهكون مع حضراتكم يوم الخميس. لو كان غير كده اقفلوا انتوا، اقفلوا في وش اللايف، مش انا. لا يحق للنادي الاهلي يخسر في بطوله في حضور مين؟ محمود البنا، محمد معروف، وامين عمر. الحكام الموقوفين اللي عاملين فضايح في المستوى المحلي هم اللي مع النادي الاهلي. طب ما تدي فرص للاعبين شباب، طب ما تجيب حكام اجانب من الامارات، هات حكام من اي دوله هناك جنب يعني على الاقل خالص تبقى المساله مش كده. انما انت عايز سيناريو معين فلازم يكون دول موجودين. انما لو جبت حكم اماراتي ولا ابن لذينه عنده دم ولا ضمير، طب ما هي ممكن الطاوله تتقلب، ممكن الطاوله تتقلب وهي باينه. هل المعلق لوحده اللي مش شايف غير ان الاهلي بيلعب الاهلي؟ لا، عندنا كمان الحكم محمد معروف، بسم الله ما شاء الله، يعني صوره سيئه للتحكيم المصري. راجل عصبي جدا، متشدد جدا، نازل تقريبا مع المعوذتين في جيبه وبيقول يا رب الاهلي يكسب. مباراه كل احتكاك مقصود او غير مقصود من لاعبي فريق فيوتشر فاول للنادي الاهلي. كل احتكاك مقصود او غير مقصود من لاعبي الاهلي بيعمل نفسه مش شايف. طيب كل فاول لفيوتشر بيقف بمنتهى التكشيره وما يبصش للعيب فيوتشر اللي بيكلمه، يديله ظهره، بيستفز عشان يغضب وعشان يثور زي ما عمل محمد ابراهيم وطلع له الكارت الاحمر. يعني كان لازم الاهلي علشان يكسب، كعاده حكامنا المصريين، خلي بالكم الاهلي انا بتكلم ده مع حكام مصريين، بيكسب بطرد، لازم يبقى في طرد، لازم يبقى في طرد في الملعب. اخر 5 مباريات للاهلي لازم 5 كروت حمراء علشان يكسب. طيب وبعدين يجي بقى يتكلم مع لاعب الاهلي وهو بيتكلم مع الحكم في اي كوره تلاقيه بيناقش مع اللعبه. يعني بيتكلم حسين الشحات يقول له ايوه انت وقعت وراح وجه. حد من فيوتشر يتكلم عامل كده واللعيب الناحيه دي مفيش ولا كانه شايفه. يا جماعه الخير، يا لجنه الحكام، احترموا الناس عشان نحترمكم. اللي بيحصل في الملاعب ده مش هيكمل كده، مش هينفع كده. انتوا عايزين تحكيم وكوره بجد ولا عايزينها تمشي كده؟ لو هي تمشي كده خلاص نقفل اوراقنا ونقول مبروك النادي الاهلي النهارده كسب بهدف الدنيا كلها شايفه ان اللي سجله ارثر اللاعب المحترف في صفوف سيراميكا كليوباترا. لكن مذيع المباراه شاف ان اللي سجل الهدف امام عاشور، على الرغم من امام يستحق يكون يعني رجل المباراه، يستحق انه يكون رجل المباراه مان اوف ذا ماتش. ليه؟ لانه كان من افضل اللاعبين جوه الملعب. لكن يا اخي الهدف مش بتاعه، وراح وتعب ورقص وعملها عرضيه، جت من القايم ارتدت لعيب حطها. ازاي امام عاشور سجل الهدف؟ يعني بالله عليكم، يعني بالله اولا مبروك للنادي الاهلي هو مبدئيا البطوله. انا مش قاعد هنا اتكلم في الدور نصف النهائي ولا اقول في الدور اول مباراه في الفرقتين وحل كسب، لا لا لا، ده هو مبروك الله. يعني انت بتقول انها مشاركه قانونيه يبقى استبعاده غير قانوني، اذا فالبطوله اصلا بطله من الاول. يا جماعه احنا بنفكر في عقليات للاسف الشديد، كلنا كل عناصر اللعبه همها الوحيد التخديم علشان البطوله في الاخر يوم الخميس اللي جاي يبقى بطلها النادي الاهلي. خلاص على فكره ده خبر بدري اهو بقوله واحنا كلنا عارفين. يعني مستحيل اللقب يروح لا للفيوتشر ولا السيراميكا ولا، خلاص انتهى الموضوع، ولا البيراميدز اللي خرج. لكن بس الزمالك لو موجود هو اللي كان ممكن يعمل مشكله امام النادي الاهلي حتى وهو في اسوأ حالاته زي دلوقتي. المهم الملخص ان الزمالك بيدفع نتيجه قرارات متسرعه، ونتيجه تعنت من اتحاد كره القدم، ونتيجه هدوء وصمت من المجلس الحالي. يعني زي ما قلت مرتضى منصور كان صاحب قرار الانسحاب، فحسين لبيب كان صاحب قرار الصمت، او يبدو ان ما كانش ليهم رغبه يشاركوا في البطوله. فاللي بيدفع الثمن مين؟ لا مرتضى منصور ولا اتحاد كره القدم ولا حسين لبيب ولا كهربا ولا شيكابالا، بيدفع الثمن نادي الزمالك. فريق نادي الزمالك بيغيب عن بطوله هي النسخه الاولى. نادي الزمالك اللي واخد اول بطوله تم انشائها في تاريخ جمهوريه مصر العربيه، اول بطوله كره قدم في تاريخ مصر، كاس السلطان كانت بتاعه الزمالك، كاس مصر اول نسخه. النهارده بعد 100 وكام، 100 وشويه سنه، يعني مش 100 سنه، ده سنه 20 واحنا في 23، يعني 103 سنه. بعد 103 سنه، 103 سنه من عمر هذا النادي اللي عمره بيكبر بعض الدول المحيطه بينا. يعني انشاء الزمالك قبل انشاء وقبل استقلال كتير من الدول العربيه، يعني الزمالك اقدم من نص الوطن العربي، ومع ذلك
جه الوقت اللي يغيب مش يغيب. يغيب ده لو هو اخفق، يغيب لو مش بطل، يغيب لو اقصاء، انما ده اقصي عن البطوله، ده اقصاء. فانا بقول انه طبعا البطوله كانت هتزداد جمالا، واحنا شايفين المستوى. انا من وجهه نظري بعيد عن اي حسابات، مستوى هزيل جدا. المباراه الاولى بين فيوتشر، اسف، بين فيوتشر ايوه وبيراميدز، بتنتهي 0-0، صفر لكل فريق. مباراه دون المستوى. بيحتكم الفريقان لضربات الجزاء او ركلات الجزاء الترجيحيه. بيتعملق جنش وبيقدر انه يعيد ذاكره ضربات الترجيح اللي كان بيتفوق فيها مع الزمالك، وبسببها كسب الزمالك جنش. وانا بقول 5 بطولات، ان 2 كونفدراليه واحده، و2 كاس مصر، و2 سوبر، والخمس بطولات كانوا بضربات الجزاء بعد تألق الرائع جنش. فالمباراه بتنتهي كام بقى؟ 14-13. يعني نقول تقريبا الفريقين سددوا 30 ركله جزاء، ودي كانت المتعه الوحيده في المباراه. عشان يفوز فيوتشر اللي هو حامل لقب بطوله كاس الرابطه، اللي بيشارك في البطوله هنا كحامل لقب بطوله كاس رابطه. ما اعرفش ازاي، يعني ايه علاقه كاس الرابطه وهي بطوله غير رسميه؟ والاهلي لما انسحب منها حضرتك قلت لي لا ده هو عادي، ده اعتذار وما تعاقبش. الزمالك لما انسحب السنه اللي فاتت امام السوبر اتعاقب. انا لسه بقول الزمالك كان مخطئ لما انسحب، فمش هسقف للاهلي لما انسحب، لكن هسقف كده لاتحاد كره القدم اللي بيكايل ب 100 مكيال. فريق بينسحب بيتعاقب، بتطبق عليه لائحه. فريق بينسحب بيتكرم وبيشارك في بطولات اكبر واهم بره البلد. ولا يجرؤ مسؤول واحد جوه اتحاد كره القدم يعاقب النادي الاهلي، حتى وهو بيعلن اعتزاله المره الثانيه عن كاس الرابطه السنه دي، رابطه الانديه. برضه بينسحب، وبرضه بنقول عليها اعتذار، وبرضه مفيش عقوبه. عادي جدا. هي دي كره القدم المصريه اللي وردت لنا ايه النهارده. معلق متعصب جدا لفريق النادي الاهلي. خلي بالكم انا بالنسبه لي والله انا بتكلم عن مباراه كره قدم، لكن المباراه في حد ذاتها كانت ايكوال، كان يعني تعادل. يعني هي كانت فعلا مباراه متعادله حتى الدقيقه الرابعه. كان يقدر الاهلي يسجل في اي وقت في الشوط الاول، وكان يقدر سيراميكا في اي وقت يسجل في الشوط الثاني. الاثنين وصلوا. ولكن انا بتكلم بقى عن امور اخرى. عندنا معلق متعصب جدا، كل كوره بتضيع من الاهلي بيبررها، وكل لعيب من الاهلي بيسجل او بيسدد او بيباصي، المدح والاطراء والبتاع معاه. طيب